بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه وايه اخبار الدنيا عندكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكل شيء تمام معاكم. حلقة جديدة ويوم جديد، ويلا بينا نتكلم، يلا بينا نقول، يلا بينا نعيد، يلا بينا نزيد، يلا بينا نرغي، يلا بينا نهبد، يلا بينا نرزع، وبس كده. هو ده اللي احنا بنعمله. هات لي حاجة مفيدة احنا بنعملها، هات لي حاجة نافعة احنا بنعملها، هات لي حاجة هادفة احنا بنعملها. لو انت بتدور على الاستفادة او المنفعة او المصلحة، فعندك مليار قناة تانية، وعندك تريليون صانع محتوى تاني، وعندك مليار يوتيوبر، وعندك مليار تيك توكر. ابعد عني يا صاحبي وابعد عني السعادي عشان انا مجنون. فيلا بينا نبدا الحلقه. قبل ما نبدا الحلقه يا ريت تشترك في القناه، فعل الجرس، وتابعنا على الانستجرام والتيك توك، وانزل اخبط اللايك وارزع الكومنت وشار الحلقه، ويلا بينا نبدا الحلقه. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن ازاي تكون جامد. ازاي تكون جامد؟ ازاي تكون جامد؟ ليه انا بكرر الكلام؟ عشان التكرار بيعلم الحمار، واحنا كلنا حمير. احنا كلنا حمير. مش هنضحك على بعض، مش هنزايد على بعض، مش هنتاجر على بعض، مش هنحور على بعض، مش هنلعب في دماغ بعض. احنا كلنا حمير، واللي فاكر نفسه جامد ده ما يعرفش اي حاجه عن الجمدان. لو عايز تعرف عن الجمدان فتعالى تعالى تعالى وخش هتجيبك. هقول لك ازاي تبقى جامد. اول حاجه عشان تبقى جامد لازم يكون عندك ثقه بنفسك. وعلى راي الفنان الاسطوره عادل امام، قصدي محمد رمضان، لما قال يا عم اسكتوا بقى، اسكتوا بقى. كل ما اجي اصور او كل ما اجي اسجل الاقي بني ادم متخلف ماشي في الشارع. هو بني ادم براس خنزير ومشغل اغاني باعلى صوت في الشارع، وانا الشبكه عندي مش عازله للصوت ولا الحراره ولا الاتربه ولا الغبار، فاي صوت في الشارع بيدخل عندي في البيت، فيعتبر ان انا عايش في الشارع مش عايش في البيت. نرجع تاني للجمدان. اول حاجه في الجمدان انك يكون عندك ثقه بنفسك. لازم تبقى واثق في نفسك. وعلى راي الفنان الاسطوره عادل امام، قصدي محمد رمضان، لما قال ثقه بالله نجاح. تبقى واثق في نفسك، واثق كده زي العبد لله. بص، واثق كده. صحيح انا ما عنديش عضلات بس انا جامد. صحيح ما عنديش مشتركين بس انا جامد. صحيح ما عنديش متابعين بس انا جامد. صحيح ما عنديش معجبين بس انا جامد. صحيح ما عنديش صحاب بس انا جامد. صحيح ما عنديش اهل بس انا جامد. صحيح ما عنديش قرايب بس انا جامد. صحيح ما عنديش فلوس بس انا جامد. صحيح ما عنديش اي حاجه في اي شيء بس انا جامد. صحيح ما عنديش اي حاجه بس انا جامد. صحيح ما عنديش اي شيء بس انا جامد. صحيح ما عنديش اي حد بس انا جامد. فلازم تكون جامد، ولازم تثق ان انت جامد. اهم حاجه الثقه بالنفس. خليك واثق في نفسك، واثق في شغلك، واثق في امكانياتك، واثق في قدراتك، واثق في الفرص بتاعتك. عشان صدقني لو انت ما عندكش ثقة بنفسك محدش هيديك الثقة دي. لو انت مش واثق في نفسك فمحدش هيثق فيك. لو انت مش مصدق نفسك محدش هيصدقك. وده مش كلام تنمية بشرية ولا تحفيز الذات ولا تطوير النفس ولا كلام علم نفس ولا كلام فلسفة ولا كلام نظري. هي دي الحقيقة وهو ده الواقع. فخلي بالك من الكلام ده عشان تبقى جامد. والعبد لله معاك لحد ما تبقى جامد، وانا معاك يا صاحبي لحد ما تبقى جامد.